مرحبا أحبائي، وصفة اليوم كيكة التريليتشيا من أطيب وألذ وأكثر وصفات الكيك المميزة وعلى الطريقة التركية. حضرت لكم إياها بنكهة الكراميل، جدا طيبة ولذيذة وبتدوب بالتندوبان. تابعوا معي الفيديو للنهاية واحضروا كامل تشوفوا كيف حضرتها. ما تنسوا تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد. أول شي رح نبلش بتحضير خليط الكيك. عندي 5 حبات من البيض متوسطات الحجم ويكونوا بحرارة المطبخ. بنضيف عليهم معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة ومعلقة صغيرة من الفانيلا البودرة. أكيد فيكم تستخدموا نوع واحد من الفانيلا حسب رغبتكم. بنضيف عليهم 3/4 الكوب من السكر ونبلش نخفقهم على سرعة كتير عالية لحد ما يضاعف معنا الخليط ويصير قوامه كريمي ويبقى لونه فاتح مثل هالنتيجة اللي انتو شايفينها. بس توصلوا لهالنتيجة خلص بنشيل الخفاق على جنب، لأنه بدنا نبلش نضيف المكونات الجافة. وبالنسبة للمكونات الجافة بحتاج كوب وربع من الطحين، بدي انخلهم مع معلقة كبيرة من البيكنج بودر. هلأ بقلبهم مع بعض لأتأكد انهم اندمجوا منيح وبلش بضيفهم بالتدريج على المكونات السائلة، وكل ما أضيف كمية بقلب لحتى تختفى برجع بضيف اللي بعدها. ويفضل تستخدموا بهالكيك نوعية الطحين يكون مناسبة لأنواع الكيك كرمال تاخدوا أفضل نتيجة. وبس نضيف كل المكونات الجافة رح نلاحظ انه خليط الكيك صار عنا شوي تقيل، يعني ما رح يكون خليط كيك شوي خفيف مثل باقي انواع الكيك، لانه هون ما ضفنا اي نوع من السوائل او الدهون، لانه اوريدي الكيكة رح تتشرب معنا بكمية منيحة من الحليب، فنحن ما بحاجة اي سوائل بهاي الوصفة. هلا هيك اندمج عندي كل المكونات مع بعضها وخليط كيك صار جاهز. هلا بشيله شوي على جنب لحتى اجيب الصحن اللي بدي اخبز فيه الكيكة. عندي هون صحن بايركس بمقاس 35 ب 25. رح نزل فيه خليط الكيك. طبعا لانه الخليط شوي سميك فما رح يتوزع معي بسهولة، لازم انتو توزعوه منيح بالسباتولا او تحاولوا تحركوا هيك الصحن يمين يسار لحتى تتساوى معكم طبقة الكيك كرمال تستوى معكم مرة واحدة وما يطلع في أماكن مرتفعة أكتر من الثانية. وقبل ما أفوت الكيكة على الفرن بخطها مرتين 3 على الطاولة لحتى تطلع الهواء اللي فيها ولا تتساوى معي من كل الجهات. فوتها على فرن حامي مسبقا على درجة حرارة 170، وانتم بتتحكموا بدرجة الحرارة على حسب حماوة فرنكم. على الرف الوسطاني الفرن شغال من تحت. تاخد معانا من 30 ل 35 دقيقة وبتكون جاهزة، بس قبل ال 30 دقيقة ما تفتحوا عليها أبدا الفرن لحتى ما تخفص معاكم. وبهالوقت رح حضر الحليب اللي بدي شرب فيه الكيكة. رح نحتاج لتر حليب ونضيف عليه كوب من الكريمة، استخدمت كريمة الخفق اللي بدون سكر، وعلبة من القشطة، استخدمت العلبة المعدنية اللي بوزن 160 جرام، وقلبتها كتير منيح هيك حركت على جنب قبل ما أضيفها على الخليط كرمال تدوب معي أسرع. طبعا لهالخليط فيكن تضيفوا سكر حسب رغبتكن، بس إذا ضفتوا سكر بدكن تقلبوه شوي على النار لحتى يدوب السكر معاكم، بس ما تخلوه يغلي، مجرد إنه تقلبوه شوي بس لحتى يدوب السكر. بس أنا بفضل إنه ما تضيفوا السكر، بتطلع معاكم النكهة أطيب ومعتدلة أكتر. وهيك الكيكة استوت عندي وصارت جاهزة. هلا بفضل قبل ما تقلبوها انه تتركوها شوي تبرد تصير حرارتها معتدلة قبل ما تقلبوها وتشيلوا ورق الزبدة. هلا انا قلبتها بسرعة لانه كرمال وقت التصوير، فهيك الجزء من فوق شوي لزق عندي بالصينية اللي قلبت عليها، بس شلت ورق الزبدة ورجعت على نفس الصحن. إذا أنتم شوي كيكتكم حسيتوها من فوق متحمرة زيادة عن اللزوم أو من تحت، قصوا الجزء بالسكين كرمال تاخدوا أفضل نتيجة بالشكل وبالطعم. هلا رح نشربها بالصوص اللي حضرناه اللي هو الحليب والكريمة والقشطة. بدنا نضيف كامل الكمية ورح نحطها بالبراد لحتى تبرد وتتشرب منيح على مهلة لبين ما نجهز الكريمة. بالنسبة للكريمة بتحبوا تستخدموا الكريمة البودرة أو الكريمة السائلة على حسب رغبتكم. هلا إذا ضفتوا كريمة سائلة بدون سكر الأفضل إنكم تحلوها بالسكر وتضيفوا حسب رغبتكم كرمال تاخدوا نتيجة أفضل وحلاوة تكون مناسبة. أنا هون ضفت ظرفين كبار من الكريمة البودرة واتبعت التعليمات الموجودة على العلبة بكمية الحليب وبمدة الخفق. عندي هون الحليب لازم يكون بارد منيح لحتى تاخدوا نتيجة ممتازة للكريمة وتمسك معاكم منيح. بس من بعد ما خفقت الكريمة تقريبا 3/4 المدة المطلوبة، شلت هيك معلقة على جنب بكيس حلواني كرمال زين فيه آخر شي الكيكة، وببلش أخفق منيح لحتى أوصل للنتيجة المطلوبة بالكريمة، وطبعا على حسب التعليمات اللي موجودة على العلبة. يعني بدنا ناخد قوام كريمي يكون متماسك، مجرد هيك نرفع الخفاق الكريمة اللي بتطلع معانا ما رح تنزل، رح تكون متماسكة. وهلأ بنطلع الكيكة من الثلاجة من بعد ما بردت وبنبلش نوزع عليها الكريمة بالكمية اللي بتناسبكم. يعني كمية الكريمة اللي على وجه الكيكة انتو بتتحكموا فيها حسب سماكة الكريمة اللي بدكم اياها.
وقت بدنا نضيف الكريمة أول شي رح نوزعها بالسباتيولا لحتى تاخد معنا كل الأماكن والزوايا. وبعدين رح ناخد الأداة اللي هي بتملس الكريمة على الكيك ونبلش نملسها بهالطريقة. هلا يفضل تستخدموا هالأداة اللي هي بتملس الكريمة على انكم تكتفوا بس بالسباتولا، كرمال تاخدوا طبقة ملسة وتكون ناعمة ما فيها أماكن طالعة وأماكن نازلة، لحتى وقت بدكم تضيفوا طبقة الكراميل تبقى معاكم كمان ملسة وشكلها حلو، وتاخدوا شكل للكيكة يكون حلو ومرتب بالشكل وبالطعم. هلا هيك من بعد ما فردت الكريمة منيح على الكيكة بحطها بالبراد لتمسك معانا الكريمة، وببلش بتحضير الكراميل. للكراميل رح نحتاج كوب من السكر يكون ناعم الحبيبات، ننزله بمقلاية تكون حامية وعلى نار كتير 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 هادية، يعني أهدى حرارة عندكم. رح تنطروا على السكر شوي لحتى يبلش يدوب، بس يبلش يدوب بتبلشوا تقلبوا فيه لحتى تدوب كل حبيبات السكر، ما منا أي حبيبة سكر صحيحة أو هيك نحس فيها ونحن عم نقلب بالمعلقة. مجرد نتأكد إنه كل السكر داب منضيف عليهم مقدار 50 جرام من الزبدة ومنبلش نقلب. طبعا كله بدها تكون حرارة هادية، ما تعلوا الحرارة، إذا عليتوها رح يحترم معكم السكر ويعطيكم نكهة مرار للكراميل. بنقلب الزبدة منيح مع السكر لحتى تختفى معي تماما، وبعدين بضيف عليها الكريمة. عندي كوب من كريمة الخفق أو كريمة الحلويات، بنزلها بالتدريج على السكر وأنا عم بقلب باستمرار لحتى تختفى عندي كل التكتلات. طبعا مجرد ما نضيف الزبدة والكريمة على السكر رح يبلش عندي يصير في تكتلات بالسكر، فلازم نحن نقلب باستمرار لحتى تختفى عنا تماما. طبعا كل هالشي رح يكون على نار كتير هادية كرمال الكراميل ما يحترق معانا أو السكر يمرمر. وبس تختفى عندي كل التكتلات تبعت السكر ويدوب كتير منيح ويصير عندي هيك القوام ناعم، رح يبلش يغلي معنا طبعا الكراميل، بنعطيه غلوتين 3 على النار مو أكتر، وبعدين بنطفي عليه النار. آخر شي رح نضيف له رشة ملح كتير صغيرة كرمال تظهر لنا النكهة، وهيك بيكون جاهز. بنخليه على جنب لحتى تصير حرارته معتدلة كرمال نزين فيه الكيكة. وبس تصير حرارة الكراميل معتدلة، يعني لا يكون كتير سخن ولا كتير يبرد، لأنه إذا كان كتير سخن رح يختلط مع دوب الكريمة اللي تحته ويندمج معاها ونخرب شكل الكيكة، وإذا كان كتير بارد رح يبقى معانا شوي قوامه تقيل فبيكون صعب إنه نفرده على الكيكة. فلازم تكون حرارته معتدلة. في حال تقل معاكن تركتوه فترة وحسيتوه تقل شوي، فيكن تخففوه بشوية حليب أو كريمة كرمال ينفرد معاكم بسهولة. وبعد ما أضيف الكراميل بحاول إني أضبط التغطية منيح بالسباتولا، يعني هيك إذا أماكن مو واصلة كراميل أو الكريمة بعدها واضحة بحاول إني أجيب عليها شوية كراميل بالسباتولا كرمال ناخد شكل مرتب وحلو للكيكة. وبعدين بنبلش بالتزيين بالكريمة اللي شلناها بكيس الحلواني. نعمل خطوط إما بالطول أو بالعرض هيك تكون قريبة من بعضها كرمال نعمل طريقة التزيين الخاصة أو المميزة فيها كيكة تريليتشا. بعد ما تزينوا الكيكة كتير مهم إنه تبردوها، يعني 3 ساعات 4 ساعات ليلة كاملة بيكون أفضل، بتبقى بالطعم غير شكل وبالشكل كمان بتعطيكم نتيجة رائعة، لأنه الكراميل بيتماسك أكتر والكريمة بتتماسك أكتر والكيكة بتتشرب الصوص أكتر. هلأ بالنسبة لي اضطريت إني أقدمها بسرعة، يعني أعطيتها ربع ساعة تقريبا وقدمتها مباشرة. ما كان عندي مجال كرمال وقت التصوير، بس وقت اللي بردت عن جد كانت نتيجتها غير شكل. وهيك أحبائي وصفة اليوم صارت جاهزة. هالكيكة من أطيب وألذ أنواع الكيك، جدا فخمة ولذيذة وبتدوب التم ذوبان. جربوها كتير رح تعجبكم وكتير رح تحبوها. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة.